very interesting question. هبه كان عندها مشاكل مع اهلها. فلو هبه عندها مشاكل مع اهلها at some level مثلا حاسه ان بابا كان بيعامل مامتها وحش. فشي فيلز ان هي محتاجه تعالي هنا ثانيه واحده تقف فوق مامتها تديها سبورت، تلعب دور ام مامتها. لو هي لعبت الدور ده معنى كده ان هي as a child she learned ان هي تدي وما تاخدش قوي. عشان ده الديناميك اللي هي متعوده عليه. مامتي كانت محتاجاني، احنا as children احنا هنعمل اي حاجه لاهلنا. اي حاجه الاهل عايزينها، لو في اي مشكله في السيستم عايزاني اقف جنبك هقف جنبك، عايزاني اقف فوقيك هقف فوقيك. انا as a child انا بعمل اي حاجه لماي بيرنتس unconsciously. اي مشكله في السيستم انا هلعبها، اي دور انت عايزني العبه انا هلعبه. زي عارفين اغنيه عايزين اخس خس زي انا موافق، نفس القصه بالظبط. فالفكره هنا ان هي مامتها لو كان عندها مشكله for some reason فهي اضطرت تلعب دور مامتها، فهي اتعودت ساعتها ايه؟ ان هي to give and not to receive much. فان ذات سنس لما هي تيجي نزل يبقى تاني هنا بليز وتقف هنا في البوزيشن بتاع ان هي تبقى في علاقه بعد كده، هتبقى دايما عندها مشكله تو ريسيف. اسهل لها انها تدي. انا اتعودت ان انا ادي. والبيرنتس بيقعدوا يقولوا بقى الله دي بنتي جميله، دي بنتي بتطبطب عليا، ده ابني ده ما فيش زيه وبيقعد يحضن فيا لما بيشوفني زعلانه. They think it's a good thing but actually this is a very worrying sign. لما الطفل بيبقى اوفر تندر مع اهله ده معناها ان هو حاسس ان في مشكله في السيستم بتاعهم وبيبتدي يتعامل على اساسها. هو مش داري بس هو حاسس بالنيد فبيبتدي يعملها. فان ذات سنس طول ما انا متعود ان انا العب ادوار اكبر، الاول حاجه ان انا انزل العب المكان بتاعي الدور بتاعي، وبعد كده ابتدي بقى to open up to receiving بقى. طبعا في حاجات ثانيه ممكن يبقى في اسباب ثانيه بس ده one of the major reasons ان انا اتعودت ان انا دايما ابقى هتلعب. حتى لو اللي قدامي بيجيب a lot انا ممكن ما احسش بده. ممكن يبقى بيجيب بس انا I'm not willing to receive. يعني انت ممكن تديني فلوس وانا مش عايز اخدها، فاديني مثلا مش عايز.